منشد كلاكيت 15 مرة الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري المصري. قرارات خاطئة دون دراسة من الزمالك يتخذها، يتراجع عنها بعد ساعة أو ساعتين. دون إحباط للجماهير، إحباط للعيبة، إحباط لذاتك إنك تتخذ القرار وبعد ساعة ولا ساعتين تتراجع عنه. دون راجع لإيه؟ لأنك تتخذ القرار قرار فردي، بتتخذ القرار دون دراسة. عندك النادي الأهلي السيزون اللي فات اتعرض لنفس المشكلة، ظلم تحكيمي، ظلم الفار. عمره ما قال انسحب ولا اسيب الدوري، لا بالعكس كان بيكمل وبيعمل ملاحظات لاتحاد الكوره، ولكن عمره ما قال انسحب دون دراسه. لا، الخطيب بصراحه لازم بيدرس اي قرار قبل ما يخرج من فمه. عشان كده النادي الاهلي بصراحه منظومه ناجحه، منظومه لها كيان كبير. انما النهارده نبص في الزمالك او لما نشوف الزمالك في قراراته دايما نلاقيه يتراجع عنها. ده راجع على ايه؟ راجع على ان القرار في الزمالك يا اما بيتاخد فردي يا اما بيتاخد دون دراسه، بيحبط نفسه ويحبط الجماهير ويحبط اللعيبه معاه. النادي الاهلي الموسم اللي فات او دوري ابطال افريقيا اللي فات اتعرض لنفس المشكله من الاتحاد الافريقي لما لعب نهائي دوري ابطال افريقيا من شوط واحد في ارض الخصم. النادي الاهلي اتكلم وقال كده ما ينفعش، انما عمره ما قال انسحب من بطوله دوري ابطال افريقيا. ما حصلش ان الخطيب يقول انسحب من اي بطوله، لكن لازم يدرس اي قرار قبل ما يتخذه. عشان كده النادي الاهلي او محمود الخطيب لما بيتخذ اي قرار ما بيتراجعش عنه عشان بيكون دارسه صح. انما بعكس نادي الزمالك، النهارده نادي الزمالك بيتخذ القرار دون دراسه او بيكون قرار فردي، عشان كده بيتراجع فيه خلال ساعه او ساعتين. دون بيعمل احباط للجماهير. النهارده عندك مشكله عبد الله جمعه واحمد فتوح. انت جبت عبد الله جمعه في المؤتمر الصحفي، كان ايه لازمه عبد الله جمعه يتكلم من الاساس؟ كان ايه لازمه عبد الله جمعه يقول لك بتاسف للمستشار مرتضى منصور؟ لا، الباب اولى انه يقول اتاسف لجماهير الزمالك الاول، عشان جماهير الزمالك الجمعيه العموميه هي اللي جايبه مرتضى منصور. انما تقول اتاسف لمرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور في البدايه وبعد كده تتاسف للجماهير، دون برضك كله شغل غلط في غلط. لا، ما ينفعش انك انت تخليه يتكلم من الاساس. معاك الميكروفون حضرتك اتكلم يا سيدي، وهو جنبك عبد الله جمعه، وعبد الله جمعه بيتاسف يا جماعه، وعبد الله جمعه بيعتذر يا جماعه، وانا عن نفسي قبلت الاعتذار بتاعه. يا ريت الجماهير تتقبل اعتذاره والجمعيه العموميه تتقبل اعتذاره، دون انك انت تخلي اللاعب كده قدامك فطيس خالص 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 يتكلم ويقول ويعيد. وبعدين حضرتك قبل ما يتكلم عبد الله جمعه ذكرت احمد ابو الفتوح، قلت يا كابتن احمد ابو الفتوح احنا عمرنا ما بنضر حد. طب واللي جنبك دون بتقول له يا عبد الله؟ مش المفروض زي ما قلت لاحمد ابو الفتوح يا كابتن احمد، المفروض تقول الكابتن عبد الله جمعه جاي يعتذر او الكابتن عبد الله جمعه هيقول كلمتين؟ انما حضرتك احمد ابو الفتوح اللي هو بعيد وسايب قلت له يا كابتن احمد فتوح. انما اللي جنبك دون اللي مربوط قلت له يا عبد الله خد اتكلم او خد اعتذر. ما ينفعش. انت المفروض هو جنبك الراجل تضامنيا اعتذر. ما دام انت قلت قدامه عبد الله جمعه بيعتذر، خلاص يبقى كده هو تضامنيا اعتذر فعلا. لكن كلمه ان هو يتكلم ويقول وبعد كده يعتذر ليك انت بدايه وبعد كده يعتذر للجماهير، لا، المفروض يعتذر للجماهير بدايه ثم يعتذر للمستشار مرتضى منصور، لان الجماهير الجمعيه العموميه هي اللي جايبه كابتن او المستشار مرتضى منصور.